السلام عليكم ورحمة الله. يلا بقى نعمل مع بعض احلى جلاش باللحمة المفرومة. نعمله بطريقة سهلة وبسيطة وزي طريقة البيتزا. هنزينه من فوق بجبنة موتزاريلا وزيتون وفلفل. هعمله لكم النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، وعملنا بس بربع كيلو لحمة مش اكتر ولا اقل. المكونات موجودة في البيت وعلى قد الايد كمان. ما كلفناش حاجة خالص. بربع كيلو لحمة مفرومة هنعمل طاسة حلوة جدا هتكفي افراد كتير. بس قبل ما نبدأ لازم نسمي الله وتصلي على الرسول وتنزل اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. انا هنا جبت 3 معالق من السمنة. نزلت هنا ببصلتين. انا بحب اعصج اللحمة المفرومة، احط البصل في الاول. هبدأ اقلبهم لحد ما ياخدوا معايا اللون الذهبي، يصفروا كمان معايا شوية. هسيبهم كده على النار اول ما يبداوا يصفروا معايا، وبعد كده هنزل بباقي باللحمه المفرومه. هنا جبت معايا فلفل الوان، قلت اقطعه من البصله تصفر معايا وتاخدوا اللون الذهبي. هبدا اقطعه كده مكعبات صغيره جدا عشان احطها في الجلاش من جوه كده. اول ما بدات تاخد اللون الذهبي معايا هنزل على طول باللحمه المفرومه عليها. انا هنا زي قلت لكم مستخدمه ربع كيلو بس. هفضل اقلب كويس لحد ما اللحمه كلها تعصج معايا ولونها الاحمر بس يمشي على طول. هنا اول حاجه جبت البهارات، نص معلقه من 7 بهارات، ومعلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه كمان من الملح، ونص معلقه من الكمون. ده اختياري مش اجباري بس بيدينا طعم حلو جدا. والسبع بهارات برضو حلوه خالص، هتودي اللحمه في حته تانية خالص، تخلي طعمها جميل كده. بعد ما اللحمه اتعصجت معايا نزلت بالفلفل على طول. اخر حاجه ننزل بالفلفل. اول ما يدل معايا تقلبتين 3 كده خلصت خلاص اللحمه المفرومه اللي عصجتها بتاعت الجلاش. هنا انا جبت صينيه مقاس 28، وهنا جبت سمنه وحطيت معاها سمنه بلدي عشان تدينا برضو طعم وريحه حلو جدا. اول حاجه نبدا ندهن كده الصينيه بتاعتنا كويس جدا. كده افرد ورق الجلاش. الورقه لو مش هتتفرد كلها هنبدا نطبقها من جنب واحد، وندهن كل ورقه ورقه عشان دي اللي تدينا القرمشه بتاعه الجلاش وتخلي الجلاش مورق معايا لاخر واحده. لازم كل طبقه وطبقه ندهنها من الزبده من جنب. ولو نحط الورقه التانية بتني من الجنب التاني كده خلصت نص الكميه بتاعه الورق. بس اخر ورقه دي اللي هحط عليها اللحمه المفرومه مش هدهنها من الزبده عشان تعرفين ان اللحمه بس اخر ورقه انا ما دهنتهاش زي ما قلت لكم عشان بيبقى فيها زبده، واللحمه كمان بيبقى فيها دهون بتنزل كلها مع البصل. وزعت كده كل الكميه بتاعه اللحمه المفرومه، عملت لي كميه حلوه. يلا كده بعدين هبدا ارص باقي كميه الجلاش. انا قسمت الجلاش نصين اللي هي نص كيلو. هبدا كده ادهن برضو كل الطبقات زي ما انا قلت لكم. مفيش طبقه ما بدهنهاش، لازم ادهن كله كده. بعد ما خلصت كميه الجلاش كلها انا جبت شويه من الفلفل الالوان هحطهم كده على الوش. وشويه كمان عندي طماطم صغيره، حبه طماطم بس نشيل البذر منها عشان ما تنزلش على الجلاش والطري. هبدا كده اول حاجه هقطع صينيه الجلاش، هنقطعها الحجم اللي احنا عايزينه. دي زي ما قلت لكم صينيه مقاس 28، صينيه كبيره كمان. انا عملت معايا في حدود 12 قطعه. لازم اقطعها قبل ما ادخلها الفرن عشان تشرب من اللبن ومن المحلول اللي احطه ليها كمان. هنا انا جبت كوبايه من اللبن وعليها بيضايه ورشه من الفلفل الاسود عشان زفرت البيض. هبدا كده زي كل الجلاش بكوبايه اللبن، ولازم اجيب شوكه واضغط كويس جدا على الجلاش عشان لما يجي يدخل الفرن اول طبقه جلاش اول حاجه تتنفخ معايا. فلما تضغطيها كويس جدا الجلاش كله يلزق في بعضه ومش هتلاقيها اتحرقت معايا اول حاجه.
هوريكم برضو في الاخر. وهنا جبت قطع زيتون شرايح وحطيتها كده على الوش. دخلتها الفرن درجة حرارة 180، خدت معايا ربع ساعة. اول ما احمرت من تحت طلعتها والوش كله اتشرب معايا. هزينه بالجبنة الموتزاريلا من فوق، لو عندي جبنة رومي ماشي، ولو عندي جبنة شيدر ماشي، بس انا هنا حطيت جبنة موتزاريلا على الوش. هدخلها الفرن تاني على الشواية. بصوا خدت لون حلو جدا وطلعت معايا في دقيقة واحدة بس. طلعت معايا حلوة جدا وحلوة جدا برضو قدام ضيوفك هتشرفك. وعملناها في دقيقة واحدة ومش مكلفة خالص، وخدت معانا ربع كيلو من اللحمة المفرومة بس، وطلعت معانا بالجمال ده كله. عملنا احلى صينية جلاش. بالظبط هوريها لكم برضو من جوه وازاي مورقه وازاي مقرمشه كمان ومحمره من فوق ومن تحت. ما خدتش معايا نص ساعه في الفرن. يلا اقطعها معاك اوريكم كمان شكلها من جوه عامل ازاي. هنعدي بس عليها. شايفين كمان القوام بتاعها حلو جدا. بصوا من جوه والحشوه كمان طالعه مورقه معايا جدا ومقرمشه كمان. انا هنا بطلعها بالسكينه عشان ما يقربش معايا من جدا من تحت. جدا كمان على ايدي، فانا بطلع واحده واحده. شايفين الجمال والحلاوه. هتعمل معانا 3 اطباق بالشكل ده، حلوة جدا وهتكفي كمان افراد كتير وكمان حلوة في العزومات وسهلة وبسيطة جدا. هو مش شرط نعملها بالشكل التقليدي اللي احنا نعمله، لكن لو شرط حطينا شوية فلفل وشوية جبنة موتزاريلا هتغير لك طعمها وشكلها كمان وريحتها كمان. وبس كده خلصنا الفيديو. عايزه بقى لايك حلو وكومنت احلى، وتنزلوا اشتركوا في القناه وقولوا لي رايكم في صينيه الجلاش لو عجبتكم. تنسوش بس اللايك هيفرق معايا، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم تاني في فيديو جديد.